طبعا انا لو قلت لك ما تاكلش فسيخ في الغالب هتقفل الفيديو اصلا ومش هتكمله، لكن انا هقول لك على الاهم وهو تتصرف ازاي لو حصل مشكلة من اكل الفسيخ، وايه هي اصلا المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة اكل الفسيخ. في الاول اكل الفسيخ ممكن يعمل تسمم اسمه بوتيوليزم توكسين، وده مش بيحصل من الفسيخ بس، بيحصل من اي حاجة متخزنة غلط او في اي بيئة تساعد على نمو البكتيريا. يعني تحضير نفسه، تحضير الفسيخ نفسه او الرنجة او اي معلبات، حتى الخضار واللحوم والفراخ، اي حاجة متخزنة غلط ممكن تعمل البوتيوليزم توكسين ده او تسمم، احنا بنقول عليه تسمم الفسيخ. المشاكل اللي ممكن تحصل بتلاقي ممكن يحصل فيه زغلله في العين، صعوبه في البلع، صعوبه في الكلام، في التنفس. واخر حاجه بتحصل ان بيحصل شلل في عضلات الجسم كله، فبيبقى الجسم مرخي. طيب تتصرف ازاي لو حصل اي مشكله من دولت؟ وفي الغالب بتحصل من يعني في خلال يا اما 12 ساعه، من 12 ساعه ل 72 ساعه. طيب اتصرف ازاي؟ المفروض تتوجه لمركز السموم وتاخد مصل اسمه انتي بوتيوليزم، مضاد تسمم الفسيخ. المصل ده يعني لو انت طبعا ما خدتش بالك او مش مهتم بكل الكلام اللي انا قلته في الاول ده، المصل ده ممكن رقمه يهزك شوية، وهو 98 ألف جنيه. لكن بفضل الله عندنا في مصر في مستشفيات الحكومية بنوفره مجاني تماما. تقدر تتوجه لأقرب مستشفى لو حسيت بأي عرض من الأعراض ديت وتاخد المصل ده، ودمتم سالمين.